نستد اف ايه يا عم؟ نستد اف تقول ايه؟ المفروض ما كنتش اقول لك ان هي نستد اف، بس يلا. طيب خلينا ناخد الرول الاول. الرول هنا بتقول ايه يا جماعه؟ الماوس كمان هنك. الرول بتقول ان لو الاتشيفمنت اكبر من 95%، خلينا نحطها هنا كده 95%. تمام. واللي بعده اكسلنت، واللي بعده 90، وبعدين 85. ماشي، 90 وبعدين 85. وخلينا نقول هنا كده best value، كنترول سي بيست فاليو عشان ما ينلوش بالفانكشن بتاعته يعني. واي حاجه بقى ايه من الافريج، او كنترول سي بيست فاليو، ونقول باد بقى. ماشي، سهله دي نكتبها بايه؟ بايدينا. طيب الرول عندي بتقول لي ان الموظف ده او الاي دي بتاعه، سواء بقى منتج او ايا كان هو بيتارجت ايه او بيتكلم عن ايه. لو هو جايب، ركز معايا بقى، الاكزامبل ده مهم جدا، دي حاجه بقى ايه مور ادفانس. بيقول لي ايه يا جماعه؟ لو الراجل دوت جايب اكبر من 95% فهو اكسلنت. لو جايب 90% فيما فوق، بس طبعا لسه ما عداش ال 95، او ما عداش ال 95، فهو فيري جود. لو هو جايب فوق ال 85 يبقى هو ايه؟ متوسط، افريج. لو هو اقل من 85 يبقى باد. بس خلاص عرفنا الرول. ده سؤال البيزنس. سيبك بقى من ايه، فانا ما بحبش اقول لك انت هتستعمل ايه، انت تستنتج. انا بقول لك الرول اللي عندي انا حاططها في شركتي كبزنس، ان الشخص دوت لو الاتشيفمنت بتاعه اللي هو ده جايب اكبر من 95% فهو اكسلنت. طيب جايب 90% فهو فيري جود. طيب جايب 85% فيما فوق. طب فيما فوق دي تقصد ايه؟ طب ما 90 فوق ال 85%؟ لا، اقصد اقول لك يعني ما بين ال 85 وال 90، وهنا ما بين ال 90 وال 95، وهنا من 95 لحد النهايه لحد 100% يعني. طيب كل ما هو تحت ال 85 فهو سيء، رديء، باد. حلو الكلام، حلو الكلام. دي الرولز اللي محطوطه في البيزنس، حطها الاونر، حطها اللي حطها، المهم دي الرولز. ها، عايزين نطبقها بقى عشان بعد كده هنعمل احصائيه عليهم. انا بدخلك من حاجه لحاجه، بس خلينا في دي دلوقتي. ده هناك يا عم كانت الدنيا حلوه، لو يمين يبقى صح، لو شمال يبقى غلط. ده هنا في كم اتجاه؟ ده في 4 اتجاهات، في قدام ورا شمال يمين فوق تحت، روح فين؟ واحده واحده بقى. دي اسمها اف نستد، او نستد اف، سوري، اللي هي اف المتداخله من الاخر. في كذا اف في الموضوع. يعني ايه برضه؟ بص حضرتك، انا هاجي بمنتهى البساطه خالص اقول لحضرتك ايه؟ ايكوال. انا عرفت منين ان انا استعمل اف اصلا، سواء نستد او ما نستدش؟ عرفت ان انا في لوجيكال لازم يحصل، او في شرط لازم يحصل، ان الراجل دوت يجيب الرقم دوت او الرقم اللي تحته، ما علينا. فعايز اقول له اف. خلي بالك بقى هنا لما اجي اشرط عليه، من وجهة نظر حضرتك فكر قبل ما انا اقول. انا عايزك تفكر. ابدا من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ مش فاهم منك حاجه. طيب يعني ابدا اقول له لو جاب فوق ال 95 تعتبره اكسلنت؟ يعني ابدا من عند الاكسلنت ولا من عند الباد؟ انا هجرب مع حضرتك وابدا من عند الباد. انا ما اعرفش، انا بخر الفكره ما جاتش في دماغي. فانا بقول له اف لو الفانكشن دي، لو الاتشيفمنت ده اللوجيكال تيست، الشرط ده اقل من كام؟ 85%. كم؟ ها، هتعمل معايا ايه؟ هقول لحضرتك ان انت بات. خلي بالك انا لحد الان ما اعرفش اصلا بعد دي هعمل ايه. انا بدات كده على الله ومش عارف اصلا، لان في كذا شرط تانيين. المفروض اصلا ان انا اقول كما، واجي هنا اقول له ايه؟ يا اما باد يا اما حاجه تانيه. انما حضرتك هنا حاطط لي 4 حاجات. نعم، خير. طيب خلصت حضرتك؟ عايز تشرط شرط جديد، صح؟ مش حضرتك عايز تشرط شرط جديد؟ عايز تقول له ايه؟ ما هو لو جايب اقل من 85% يبقى باد. طب ما مش جايب اقل من 85%، هل اقول له اكسلنت؟ لا. طب افرض ما جابش درجه الاكسلنت، افرض جايب 90.
خلاص عايز ايه؟ شرط جديد، يبقى اف جديد، بس بسيط. عشان كده سميناها اف المتداخله، في جواها كذا اف في بعضها. يعني هكتب اف تانية جديده من اول وجديد. ايه ده، هو ينفع؟ طب ما ننفع، هو الراجل شغال معايا زي الفل. تاني نفس الشرط، اف لو الاتشيفمنت بتاع الراجل دوت انت كتبت له الشرط الاولاني اقل من 85% اللي هو الباد، طيب انا عايز اقول له بقى ايه؟ اكبر من 85%. يعني عايز اقول له ايه؟ اكبر من 85%، فهيبقى ايه؟ افريج. انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ اه بس خليها على الله، امشي بس. بتساوي، ده دي مش دبل كود، دي رقم، عشان كده هكتبها على طول 85%. بتساوي بس او ولا اكبر؟ خلينا نقول اكبر من او تساوي. لازما لو هكتب اكبر من او اصغر من لازم تيجي قبل علامه يساوي. اه اعمل معاه ايه؟ والله اعمل اللي معاه، اكتب لي افريج. طيب عايز اشرط شرط جديد لان الشروط لسه ما خلصتش. طيب لو جايب اكبر من 90% يبقى الراجل ده فيري جود. ماشي، مفيش مشكله، شرط جديد يعني، ماشي. اف لو السل دي اكبر من 90%، كم، ها ده الشرط بتاعك. اه اعمل معاه ايه؟ والله حضرتك هتكتب لي قصاده بس بعد اذنك فيري جود. طيب زي الفل. كم عايز تشرط شرط جديد؟ لا. اه يا عم عايز، ايه اللي لا؟ اه يعني فاضل لي شرط واحد، ماشي، ما الراجل فاتح لك اهو سل قايل لك فاليو اف ترو، يعني لو كل اللي فات ده ما حصلش يا باشا فاليو اف فولس ديت تخص اف الاخيره، ماشي، ما ايه المشكله؟ هتشتغل برضه لو انت شغال صح، هتشتغل مفيش مشكله. اهم حاجه ان اخر شرط ما بيعملوش اف جديده، ده الاخير عندي بالنسبه لي الاكسلنت، ما انا جايب من تحت لفوق. فخلاص لو هو ما هواش فيري جود ولا افريج ولا مش عارف ايه تاني اللي هي الباد، فهو بالتالي ما بقالوش انه غير انه يبقى اكسلنت، فبالتالي هكتب له اكس اي، اكس سي اي ال اي ان سي. انا ماشي صح وزي الفل، انا تمام، هنعرف دلوقتي. طيب حضرتك انت قلت لنا لازم نقفل الاقواس، اه حضرتك فتحت كام قوس؟ فتحت 3 افات، كل واحده فتحت بقوس، يبقى حضرتك لازم تقفل 3 اقواس. طب فتحت 50 اف، عادي عادي، الاكسل مش هقول لك لا لحد ما لا نهايه افات، بس المهم اللي تفتح لها تقفل لها قوس. فحضرتك فتحت 3 فتعمل 3 اقواس، 1 2 3، وتقول له انت. الله اشتغلت، اشتغلت إيه بس اصبر. تعالى بقى نعمل التيست. انا هنا هاجي اقول له، هو التيست عامه باين من اوله اهو ان ده جايب 97% و8 من 10 وقايل لي افريج، المفروض ان الراجل ده يبقى اكسلنت. اه اولا حضرتك مش هتلاقي غير باد وافريج، عايز تصدقني؟ اه يا اما باد يا اما افريج. ليه؟ لان حضرتك كاتب سنتكس صح، دي بقى النقطه اللي انا بتكلم عليها، ده اكتر مثال انا حابه اصلا. ليه؟ عشان خاطر تفهم حضرتك الرغي اللي انا ببغيه في الاول ليه، اللي هو هنا حضرتك كاتب سنتكس مظبوط، والا ما كانش طلع لك نتائج، يا اما كان طلع لك ايرور، يعني كنت هتفتح هنا كده تلاقي مكتوب ايرور. اي نوع بقى من انواع الايرور، الايرورز انواع كتير. طيب لكن هنا لا، ده سنتكس عالي العال بس لوجيك غلط. لوجيك ده كده كده انت بقى مطلع ارقام غلط. ليه يا باشا؟ اهو ما قدامك، هو مش المفروض ده يبقى اكسلنت؟ ما هوش اكسلنت. وده المفروض يبقى اكسلنت، ما هوش اكسلنت. ليه بقى؟ عشان حضرتك جريت على الكتابه، فرحت بالسنتكس ما فكرتش. وعشان حضرتك مش فاهم الفانكشن. اف بقى بتشتغل ازاي؟ اف يا باشا اول لما الشرط يتحقق ما بيبصش على حاجه تاني. ده جهاز غبي، ده برنامج غبي يا عم، ما انا قايل له هنا اهو لو هي اكبر من 90 فاديها فيري جود، ولو هي مش ده كله اديها اكسلنت. ما ادالوش اكسلنت ليه؟ عشان يا باشا ده انطبق عليه شرط قبل كده، يعني ال 97% دي اول شرط هينطبق عليها هيطبقه، مش هيكمل اصلا. يعني هو قام جاي عامل ايه؟ اقول لك الاكسل اللي عمل ايه. قام جاي هنا كده باصص على على اف 3 دي اللي هي دي، حلو، راح بص عليها لقاها اكبر من 85% وبالتالي ده افريج. طب ما تخليه يكمل. لا يا باشا هو بيكملش، هو اول لما الشرط يتحقق بس ما بيكملش. هو جه عليها الاول قام قال ايه؟ هل انت اصغر من 85%؟ لا انت اكبر. طيب اللي بعدك، هل انت اكبر من 85%؟ اه خدي افريج. اللي بعده وهكذا. فضل يمشي كده، لذلك ما قدرش يوصل لل 90. يعني هو ما قدرش يوصل للحته دي كده من عند اف دي كده، هو ما راحش هنا خالص. طب عرفت منين؟ اهو ما جابليش هنا اي حاجه، هو بيقف عند افريج. ليه؟
لان هو هنا بيتعامل يا اما باد يا اما قصدي تحت ال 85 يا اما فوق ال 85. يبقى اللوجيك بقى كان بيقول ايه الصح اللي المفروض كان يتعمل؟ اللي المفروض كان يتعمل ان حضرتك تبدا من فوق لتحت. ايه ده قران كل مره؟ لا، مفيش حاجه اسمها قران. انا بقول لحضرتك تفكر قبل ما تكتب. هو دلوقتي حضرتك فهمت طريقه شغل الفانكشن، النقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول، اللي هي ايه؟ تفهم لما بتكتب الفانكشن راحت فين اهي. تفهم لما بتكتب الفانكشن البرنامج بيبدا يفكر ازاي. حضرتك هنا لما بتكتب الفانكشن البرنامج بيبدا يفكر ازاي؟ زي ما انا وريتك كده، اول شرط بيتحقق بس يا باشا انا مش مكمل، هحققه لك واجري. طيب انا مش، بما انك بتفكر كده ما انا مش قدامي عشان اغصب عليك، يعني انا اللي بني ادم، انا اللي عندي عقل، يبقى لازم اخدك انت على قد عقلك. يبقى اكتب لك حاجه لوجيكال بالنسبه لك اللي هي ايه؟ هقول لك يا باشا بتساوي اف الاتشيفمنت بتاع حضرتك اكبر من 95%، حط لي كما. انا هقعد اعمل دبل كوت ومش عارف ايه، انا زهقت. خد بقى المعلومه دي، ممكن اقول له ايه؟ حط اكسلنت، بس لازم انا اثبت السيل. يعني ايه اثبتها ازاي الاول؟ ان انا وانا بعد ما ضغطت عليها كده اقول له ايه؟ اف 4 من لوحه المفاتيح. طيب يعني كل مره هتجيب القيمه اللي في السيل اللي اسمها ام 3 دي تحطها لي لما الشرط ده يتحقق. طب لو انا ما ثبتهاش كده هيقعد ينزل. دي حاجه اسمها السيل ريفرنس. يعني بدل ما اقعد اكتب دبل كوت واعمل تاني، الشغل بيتم كده يا جماعه، الشغل العملي بيتم كده. بس انا مش عايزك تعمل كده الا بعدين. ليه؟ عايزك تكتب السنتكس مره واثنين وثلاثه، لذلك ما قلتها لكش من الاول. طيب واتمنى يعني ان انت ما تستعملهاش في الاول، بس في شغلك مش هتستغنى عنها. طيب فانا بقول له لو هي اكبر من 95% هتحط له القيمه اللي في اكسلنت، بحيث ان اصلا لو غيرت القيمه اللي في اكسلنت بالتالي القيم دي هتتغير. دي حاجه اسمها السيل ريفرنس، هنتكلم فيها اكيد بس مش المره دي. كاما. طب لو ما اتحققش، ما احنا اتفقنا بقى حضرتك هتشوط شرط جديد براحتك خالص، اف جديده. لو القيمه دي كانت اللي بعده كانت ايه؟ كانت اكبر من 90%. كاما. حضرتك هتعمل ايه؟ لسه هعمل دبل كوت لا يا عم، اكتب له فيري جود وما تنساش تثبت الريفرنس. طب لو ما ثبتهاش هيطلع لك قيم غلط وهيطلع لك ايرورز اصلا. ليه؟ لانه هيفضل يجري. هقول لك ليه دلوقتي. طيب كاما. فاضل شرط ثالث. طب هو الاخير؟ لا، يبقى في اف ايه برضو السل دي اكبر من 85%. كاما. هعمل ايه مع حضرتك؟ حضرتك هتحط لي افريج بصراحه، اصل انا مكسل اكتبها يعني، فاهي بس ثبتها. عناية حاضر. طب لو ده كله ما حصلش، ما فاضلش غير باد، مش مستاهل اكتب لها اف. يعني هي مش مستاهل اكتب لها اف. ليه؟ هو ده اللي فاضل، وانا عندي ايه؟ فاضل لي فاليو اف فولس. يعني لو كل اللي فات ده ما اتحققش، حضرتك هتكتب ايه؟ حط لي اللي هنا برضه، اصل انا برضه والله مكسل اكتب باد. حلو قوي. واقوم جاي ايه؟ انا فتحت كام اف؟ 3، هم برضه 3 اقواس. انت اشتغلت. بس يا باشا زي الفل. عايز بقى تشيك فور اكزامبل مثلا، تعال نتشيك على الحاجه اللي هي بتوين ونجرب. حلوه حلوه بتوين دي. تعالى مثلا من 85% ل 90%، المفروض الاقي ايه؟ ما اعرفش، المفروض الاقي افريج صح. طيب شيل الفلتر. تعالى مثلا افلتر على فكره لينا قاعده جامده في الفلترز يعني، دونت وري. تعال نفلتر المواد من هنا. سوري، دي بقى تكست فلتر ويبقى بالمره شفناه. بس هم 4 مش كتير، ماشي، مش هنلحق نعمل فيها حاجه، ماشي، هيجي وقتها. طيب تعالى هنا كده فلتر. عايزين الحاجه اللي جريتر ذان مثلا، خلينا نقول اللي ليس ذان 85. المفروض الاقي ايه؟ المفروض الاقي باد. بالفعل ايه ده؟ معقوله 2 باد بس؟ انا شاكك. حقك تشك. يلا بقى ورينا شطاره حضرتك. هتتحقق ازاي من الشك ده؟ هتتحقق حضرتك ان انت هتيجي هنا كده وتبص. هم اصلا قيمتين عندك بالعدد، يبقى 85 واحد من 10 ستيل برضه فوق ال 85. طب حلو ماشي، يبقى انا كده صح. حلو كده الكلام حلو. طيب ازاي بقى مش هسيبك وامشي. الاكسل فكر ازاي؟ بص بقى. ليه لما جبتها له من فوق لتحت قرت يا جماعه؟ عشان خاطر هو عمل كالاتي. تعالي انت الشرط بتاعي، انت اللوجيكال تيست بتاعي. هل انت اكبر من 95؟ خدي اكسلنت زي ما الراجل قال. حلو، اللي بعدها هكذا، اللي بعد تعالي. هل انت فوق ال 95؟ دي بتكلم على 94 4 من 10.
فقالت له لا، راح مكمل خش على اللي بعدها. طب هل انت اكبر من 90؟ قالت له اه. طب خد الفيري جود اللي قصادك، حلو، انزل على اللي بعدها. راح نازل لحد، خلينا نشوف حاجه. خلاص كلكم بقيتوا فيري جود دلوقتي. خلينا نشوف. طب انا مغلب نفسي ليه؟ فور اكزامبل مثلا حاجه على الافريج مثلا. راح جاي هنا كده على ال 89 و9 من 10. يا عم يعني لا، هو قراها كده، دي بالنسبه له غير ال 90. 1 من 10 يا باشا، 1 من 1000، ما تزعلش. المهم ان هي بالنسبه له ما هياش 90. راح سالها، اول حاجه قال لها هل انت اكبر من 95؟ قالت له لا. راح مكمل، طب هل حضرتك اكبر من 90؟ قالت له لا. طب هل حضرتك اكبر من 85؟ قالت له اه. قال خلاص يبقى تاخد ايه؟ الافريج. غير او زي، قصدي مش غير بقى، زي اللي كان بيعمله المره اللي فاتت، بس كان بيعمله من تحت لفوق. يبقى ايه اللي بيحكم حضرتك؟ اللي بيحكم حضرتك الرولز اللي عندك، وان حضرتك بتفكر قبل ما تكتب السنتكس، لان انت ممكن تكتب سنتكس صح وتطلع نتائج غلط وترجع تقول مش شغاله. لا، هي شغاله. طيب تعالى بقى إيه يا ربي، انت طبعا حضرتك شفت المنظر ده دلوقتي، ايه بتفكر تقفل وتقوم. لا، ما تقومش. تعالى، الرول عندنا ايه الاول يا جماعه؟ الرول زي ما حضرتك شايف كده. طيب بما اننا عرفنا الرول، فده مش محتاجينه في حاجه. الرول باختصار شديد بتقول لي الفول تايم هيزيدوا 10%، البارت تايم هيزيدوا 7%، الكونتراكت 3، الاورز 2. بس خلصت. طيب هيزيد بشرط. ايه الشرط؟ انه يبقى فول تايم. بس انا عندي كام شرط؟ عندي كذا شرط. بما اني اصلا في كلمه شرط في الموضوع، يبقى انا هستعمل اف. حلو. طيب هل هستعمل اني اف؟ ده انا عندي شروط كتير، يبقى كذا اف. انا زعلان ليه؟ يلا يا باشا نتوكل على الله. بتساوي. هنا الترتيب مهم يا جماعه؟ لا. ليه؟ لانه اصل هو يعني فول تايم فخلاص فهيزيد يعني الموضوع. طب تعالى ايه نعكها في الكتابه كده ونشوف هتجيب لوجيك ولا لا. مش زي الثانيه دي بقى، انا عصيد الاثنين ورا بعض. اللي هناك كان لازم تبقى عينك في وسط راسك، ولازم كل مره تسال حضرتك السؤال ده، هل ترتيب كتابه الشروط هياثر عليا في حاجه؟ والا هتطلع نتائج غلط. طيب خلينا هنا مثلا، انا ما خدتش بالي، خلينا كده ايه نكتبها كده على الله كده. اف لو هي دي بتساوي كونتراكت، اللي انا بقوله ده. طيب ما تيجي نثبت سيل تاني عشان الوقت بقى. يعني حضرتك فهمت يعني المفروض دلوقتي افتح تاب الكود واكتب كونتراكت. طب ما تفتح يا عم، انت ليه دلوقتي كتبت السيل؟ لا، لو هشاور عليها بسيل ما بفتحش ايه، ما بفتحش دبل كود. بس بقى ما تنساش تثبتها، ما تنساش تاني تثبتها. بثبتها ازاي؟ ان انا بحط بعد ما بكتبها بضغط اف 4 بس. طيب اللي هو باختصار شديد بحط علامه الدولار ساين قبل الحرف وقبل الرقم. تمام كده، كاما. بعد كده لو السل سي 2 بتساوي السل دي، اعمل ايه؟ يعني لو بتساوي السل دي اللي هي الايه، اللي هي الكونتراكت، فهتزيد 3%. يعني هتزود لي المرتب ده يزيد 3%. اتفقنا 3% هتتكتب ازاي؟ في او زياده 3% زائد المرتب تاني، ما تنساش دي. هجيبها على جنب دلوقتي هشرحها لحضراتكم. طيب قام طلع يا سيدي ما بيساويش. في شرط تاني؟ ده في شروط تاني. اف جديد، ما تزعلش نفسك لان عندي كذا شرط، انما لو كانوا شرطين كانت سهله. حلو. بعد كده طيب لو السل دي برضه، طب انا ليه مصمم على السل دي؟ لان انا بكتب قصادها، ما ينفعش اختار غيرها، وعشان الاوتو فيل تشتغل معايا واوفر على نفسي. ومش مش بس اوفر على نفسي، عشان اطلع حاجه صح. طيب طب لو سي 2 دي بتساوي، خلينا بقى نجيب مثلا بارت تايم، وما تنساش تثبتها. انت هتنسى، انا عارف ان انت هتنسى، وانا عايز تنسى وتطلع لك ايرورز، مفيش ادنى مشكله. لو هي بتساوي الرقم الحلو ده، هتعمل ايه معايا حضرتك؟ هقول لحضرتك ان السالري بتاعك هيزيد 7%. في نقطه بقى احنا نسينا نعملها، نسينا نثبت السل اللي بنضرب فيها. خلينا نقول 5%، او خلينا بص اقول لك لا، خلينا نقول 7 زي ما احنا عملنا كده، ونثبت الايه السل دي، يبقى عشان ما نكتبش حاجه خالص، الكسل قتلنا. طيب حلو، زائد السلبي نفسه. حلو الكلام. لا هدف في دماغي على فكره دي، هقولها لك بعد ما اخلص. قامه. طيب انا كده فهمت. طيب في شرط تاني يا باشا، في لو هي السل دي بتساوي فول تايم، ولا اقول لك خليها اورز، هنجيب فول تايم اخر حاجه.
عشان انا هنا بوريك ان الترتيب في الحاله اللي انا فيها دي مش مهم، عشان كده هتشتغل معايا ان شاء الله. كما لو طلع بتساوي اورز هتعمل ايه حضرتك؟ هزود لك السالري 2% بس، وما تنساش تثبت دي. طيب في سوري بقى، زائد السالري تاني عشان الزياده، حلو جدا. كما فول تايم، اكتب اف تاني خلاص، ما بقاش غيرها بقى. خلي بالك ان انا جبت ايه؟ 3 2 4 1، بص من النص للاخر للاول. طيب اما اشوف كم هتعمل ايه حضرتك تاني؟ هتضرب لو هي فول تايم، ما انا مش محتاج اشرط تاني بقى، مش محتاج اقول له لوجيكال تيست هنا خلاص، ما هي لو مش كونتراكت ولا بارت تايم ولا اورز فهي فول تايم. انا محتاج اقول له لو هي مش حاجه من الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم دول، ايه اللي هيحصل؟ ان السالري هيزيد بقيمه 10%. مهم. زائد السالري تاني. طيب حضرتك فتحت كام اف؟ فتحت 3، قفلت 3 زي الفل ورا بعض كده، ورا بعض. انت ايه ده مش هو ده، ده اشتغلت، يا باشا اشتغلت، واشتغلت صح بالمناسبه. تمام. تمام. خلينا بس نشرح الحته دي عشان ممكن تكون لفه مع حد، حوار ان انا بضرب في رقم وارجع من طيب. انا بقول لحضرتك انا عايز ازود الرقم ده 10%، فحضرتك مثلا متخيل ان انا هضربه في 10% بتساوي الرقم ده في السل دي مثلا. هل ده كده زاد 10%؟ ده قل يا جماعه، ده قل لحد 10%. يعني هو هنا كان 2371، هنا بقى 273. فطبعا فرق السماء من الارض. فكده دي ال 10% منه. طب لو انا عايز بقى دي، انا عايز ازود الرقم ده عليه، يعني المفروض اقول بتساوي دي زائد دي، فهيديني نفس الرقم اللي طلع لي هنا، لان دي ال 10% فعلا اللي المفروض تزيد عليه. تمام كده؟ تمام. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى بتاعت إن أنا أثبت دي. ليه بقى قلت أثبت دي؟ هقول لحضرتك ليه. لو جه مثلا الرول اتغيرت وقال لك، خلينا برضه نكبر عشان ممكن يكون الكلام بعيد شوية عشان الريكورد. طيب لو جه الرول اتغيرت وقال لحضرتك إيه؟ لا لا يا جماعة إحنا الشهر ده تزودت السنة المرة اللي فاتت كام؟ طب خليني دول 8% مش 7، أو خليهم عايزين رقم عشان يسمع شوية، فخلينا نقول 12 مثلا. تمام. خلي بالك ان احنا هنزود بتوع الايه البارت تايم. ماشي. تخليهم 12%. مفيش حاجه بارت تايم ظاهره كده على الوش. بارت تايم. طب ما نفلتر صح الذكاء ده. تعال نفلتر على البارت تايم وشوف ايه اللي هيحصل. امم انا شفت ايه اللي هيحصل. طيب كنترول زد، الفلتره خدت دور، ماشي. مفيش بارت تايم قدامي. طب ما صح، فلتر على البارت تايم تاني معلش. انا بتست مع حضرتك. وهات بس مجموع السلبي كان كام. المجموع كام؟ يعني احفظ الرقم. ترى 11 31 07. حلو. 11 31 07. بمجرد التقرير الشهري الجديد، انا لسه عامل ده كله، قال لك ده هيزيدوا 12%. بمجرد بعمل كده اقول له انتر، في حاجات كتير اتغيرت. طب انا مش مصدقك، هتروح حضرتك تفلتر تاني وتشيل وتخلي برضو البارت تايم. اعمل بقى نفس السلكت بتاع حضرتك، كنترول شيفت سهم تحت. 11 83 92، في تغيير، في تغيير طبعا. بس دي الفكره اللي انا بقول لحضرتك عليها. عشان كده دي فايده السيل ريفرنس اللي هنجي لها ان شاء الله، بس مش المره دي. فدي معنى الكلمه، يبقى غيرت 12 رجعتها 10 خليتها 8، خلاص هي كله دلوقتي بيسمع. يبقى انا بدل ما ارجع اعيد السنتكس تاني، لو انا ما كنتش كاتبها كده هرجع اعدل في السنتكس تاني، مفيش مشكله. لكن رقم واحد اتغير، فبدور لنفسي على الاسهل. بس ما تلجأش لده لما ايدك تاخد على الشغل. انا مش عايز اقول لك كل حاجه سهله دلوقتي، انا عايزك تشتغل بايدك، مش والله مش عندي ولا عايز اصعب عليك. طيب خلصنا كده النستد اف. ندخل بعد كده، خلينا نقول دونت سيف عشان نبعت لكم الفايل ايه زي ما كان. دونت سيف برضه. خلينا نيجي للحته بتاعت اه اندو او. اندو او من خير، هي من ضمن برضه اللوجيكال فانكشن. خلينا نقول دبليكيت مثلا، كوبي. هاخد كوبي من الشيت كله مرة واحدة، ونشتغل على ايه؟ على نظافة. ماشي.
ماشي، خلينا نمسح كل دول عشان مفيش حاجة تبقى ايه، حاجة تبقى مسمعة. ديليت، وهات لنا الرولز بتاعتنا من هناك، كنترول سي، ارميها لنا هنا كده بعد اذنك، او خليها هنا كده. تبدأ بقى ايه الرخامة، الرخامة في الأول، لكن بعد ما تفهمها هتبدأ تقول هتبدأ اللذاذة. نصغر سيكا، ماشي. طيب هنا الراجل ده بقى ايه عايز مني ايه؟ الراجل ده عايز مني كالآتي، بدأ يرخم عليا، بيقول لي بقى بص يا باشا انت مش هتزود كده عمياني. يعني ايه مش هتزود عمياني؟ يعني حضرتك محتاج عشان خاطر الراجل ده يزيد لازما يحقق اكتر من شرط، وطالما زادوا عن شرط واحد خلاص، يعني بالنسبه لي شرطين زي 1000، طالما اكتر من واحد فشرطين زي 1000. طيب ايه بقى الشرطين بتاعك؟ قال لك لكل واحد شرطين، لكل نوع من الناس دي شرطين. ايه برضه مش فاهم، ايه الانواع اللي عندك؟ بقول لك ان يكون فول تايم و جايب اتشيفمنت اعلى من 5، يزيد 10%. يعني هناك كنا بنعمل ايه يا باشا؟ هناك كنا بنقول يا اما فول تايم يا اما بارت تايم يا اما كونتراكت يا اما اورز، صح؟ صح. لا هنا فول تايم وحاجه مع الفول تايم، هنا البارت تايم وحاجه مع البارت تايم، هنا كونتراكت وحاجه مع الكونتراكت كده. يعني اف متداخله برضه، بس انا عايز شرطين جوه اف نفسها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عندي حاجه عندي فانكشن اسمها اند وفانكشن اسمها اور. دول في فانكشنز كده كتيره جدا 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 ما بتستعملش لوحدها على الاطلاق، يعني من ان انت تستعملها لوحدها ديت انا في حياتي ما شفتهاش ولا هشوفها. دي بتستعمل عشان تخدم على فانكشن ثانيه، منها اند واور. اند واور دول لوجيكال، بيطلعوا لي يا اما ترو يا اما فولس، يا اما يس يا اما نو، يا اما زيرو يا اما واحد. ده مش هيفيدني بحاجه. انا عايز هنا الشرطين يتحققوا، بناء على اما يتحققوا بناء عليهم يحصل زياده. طيب حاضر. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كالاتي، فانت حضرتك هتقول له بيساوي اف، برضه خلينا نكتبها فوق، بتساوي اف. طب انت ليه اف؟ عشان خاطر في شروط هتتحقق بناء عليها يحصل الزياده، بس في كلمه ايه؟ شروط. طيب اف، ايه اللوجيكال تيست بتاع حضرتك؟ ايه الشرط بتاع حضرتك؟ استنى بقى يا عم، شرط ايه؟ انت خليت فيها شرط؟ ده في شرطين يا باشا، في 1000، انت مزعل نفسك ليه؟ ركز بقى في السنتكس هنا. اف اند على طول كده، على طول اند، دوست عليه، دوست على تاب فجت او ضغطت عليها دبل كليك بالماوس. دلوقتي انا جوه اند يا جماعه، نركز بالله عليكم لان بدانا ندخل دوال في بعضها. يعني انا دلوقتي جوه اند، طب واف راحت فين؟ اف مستنياني اخلص اند وهتشتغل تاني. يعني انا دلوقتي ما ينفعش اروح لاف الا لما اخلص اند. طيب خلص اند يا باشا براحتك زي ما هو قايل لك. بيقول لي لوجيكال 1، يعني شرط لوجيكال يعني شرط. ماشي انا فاهم لوجيك منطق، بس هنا معناها شرط. شرطك الاول وبعدين كما شرطك الثاني وبعدين نقط الى ما لا نهايه، يعني الثالث والرابع الخامس. عشان كده قلت لك طالما زاد عن شرط فهو كله اتساوت الروس كده. حلو. فالاند العظيمه دي بقى بتقول لي حط يا باشا شروطك براحتك، اهم حاجه تكون بتتكلم في حاجه لوجيك بس بعد اذنك. طيب حاضر. وطبعا السنتكس والكيس سنتف بتاعتك مخلي بالك ما يبقاش مثلا اسمها هنا فول تايم وفي سبيس طبعا عملنا مثال قدام حضراتكم. طيب اف اند، ايه الاف اند بتاعتي؟ اول حاجه عندي ان انا عايز الفول تايم دي كده لاول حاجه، بس معلش ان دي تكون بتساوي فول تايم، مفيش مشكله. فول، يعني الكيبورد فول تايم. حلو. حطيتها بين دبل كوت ليه؟ اصلها تكست. ده السنتكس بقى، هتاخد عليه بالممارسه بعدها كما. ده الشرط الاول. بص عمل لك على لوجيكال 2 خليها لك بولد، بص لو شلت الكوما هيرجع لك لوجيكال 1 هو اللي بولد. يعني انت لسه في لوجيكال واحد، في شرط واحد. طيب كما هوب وراح ظاهر لي لوجيكال 3، وكل ما اكتب هيظهر لي. طيب انا هنا بالمناسبه عندي شرطين بس، طب الحمد لله. وعايز دي الاتشيفمنت بتاع الفول تايم يكون اكبر من او يساوي كام بقى؟ 5 زي ما هو قايل. حلو، احطها بين دبل كوت؟ لا ده رقم. طيب خلصوا من الشرطين وبالتالي خلصت اند، نقفل اند على طول. بص اول لما بص تاني معلش،
بص اند اهي، هقفل القوس تاني، بص حول لي البار دي لاف تاني برضو معلش، اند ها، اقفل اند، عرف ان اند خلصت فرجعني الاف تاني. قال لي باشا حضرتك كل اللي انت كتبته لي ده انت لسه في اللوجيكال تيست، انت لسه في الشرط، يعني اللي هم بالمناسبه كانوا شرطين او 1000 مش هتفرق، المهم ان حضرتك لسه في اللوجيكال تيست، ولسه لوجيكال تيست بولد يا باشا. خلصت؟ ما انت ما قلتليش ان انت خلصت. طب اقول لك ازاي، حط لي كوم، حطيت كوم اه. طيب لو الشرطين دول اتحققوا، بص زمان زمان اللي هو من نص ساعه كنا بنقول ايه، لو الشرط، هنا بنقول لو الشرطين، وطالما قلنا شرطين يعني لو ال1000 شرط دول اتحققوا هي. طيب لو الشرطين دول اتحققوا اعمل لحضرتك ايه، نفس اللي كنت بتعمله هناك يا سعاده الباشا، اللي هو هتاخد لي ده في، هتزودوا لي 10% في 10% زائد ده تاني، واتفقنا ليه زائد تاني، كما الحمد لله خلصت من الفول تايم. قال لي استنى انت بتتابع فين، اصبر. طب وبالنسبه للبارت تايم هتعمل ايه؟ اف جديد لانه شرط جديد. طب ما تكتب يا عم على طول ما يفاليو اف فول سي، ما انا عندي 60 شرط تحت، اصبر. يبقى دي كده الايه، الاف بتاعت الايه، بتاعت اخينا البارت تايم. لو دي بتساوي بارت تايم، خلصت شروط؟ اه. بص بقى اللقطه اللي انا عملتها لك دي، بيقول لي فاليو اف ترو، اعمل ايه عشان حضرتك والله هتيجي في دي وتنسى، يا رب تكدبني، هتنسى تقول له اند برضه، مش انت عندك شرطين يبقى تقول له اند. ايه ده زي اللي قبلها؟ اه والله زي اللي قبلها، مالكش دعوه باللي قبلها، خلاص انت خلصت اللي قبلها. اف اند لو السي 2 بارت تايم كام، ثم عندك شروط تانية، اه ما انا كاتب لك اند ليه؟ ما كنتش كتبت اند وكنا خلصنا دلوقتي. طيب ايه تاني؟ الاتشيفمنت بتاع حضرتك مور ذان 7، اللي هو انت ممكن يكون ايه، اكبر من 7. حلو قوي، خلصت اند اه، كام فاليو اف ترو لو الشرطين دول اتحققوا، هتعمل ايه؟ زود لي المرتب 8%، كام زائد سوري نسينا زائد المرتب. بص بقى الحاجات اللي انا بكتبها بقع فيها بسرعه دي حضرتك تقع فيها ويطلع لك ايرور، تروح بقى تشوف الايرور فين، تراجع السنتكس واحده واحده تاني. كام جميل، خلصت؟ لا عندي لسه. إيه ما تزعلش نفسك، اف هتنسى عند المره دي؟ اه مش مشكله انساها، عشان اصلا مش هستعملها. ليه؟ عشان خاطر، لا هستعملها سوري بالمناسبه سوري، هنا بقى انا هدخلك اند في اور. هي ايه الفرق يا جماعه بين اند واور؟ الاول كان لازم الاول نقولها دي. اند بتشرط عليا ان الشرطين لازم يتحققوا، او مش شرط الشرطين، ان الشروط كلها لازم تتحقق سواء شرطين او 1000. فحضرتك كاتب لي جوه شويه شروط حلوين، عشان خاطر اطبق عليهم الرولز او الفاليو اف ترو اللي حضرتك طالبها، لازم الشرطين يتحققوا. يعني من الاخر عشان خاطر اخينا ده يزيد بنسبه 10% لازم يبقى فول تايم، ولازم يبقى الاتشيفمنت بتاعه اكبر من 5. لو واحده منهم وقعت مش هيزيد. طب اور لو انا مستعمل اور، اور لو واحده منهم اتحققت هيزيد. عشان كده نقول اند عكس اور. يبقى نركز تاني في الكلام، اند عكس اور. اند لازم الشرطين او الشروط تتحقق، اور شرط واحد من الشروط بس يتحقق. لو كاتب 1000 شرط شرط واحد منهم بس يتحقق فيحقق لك الكلام بتاعك. طيب هتدخل لنا اند في اور ازاي؟ واحده واحده عليها بقى. انا عندي هنا تحت ايه اللي خلاني اصلا اقول اند؟ على فكره ممكن ما اعملهاش، بس انا اعملها عشان خاطر امال يعني اور هتزعل هنمشي من غير ما نستعمل اور. طيب هو هنا بيقول لي ايه، كونتراكت والاتشيفمنت اكبر من 6، واورز والاتشيفمنت اكبر من 6، هم مشتركين ان الاتشيفمنت يبقى اكبر من 6. فانا ايه عملتها اللي هو ايه، 2 في 1 زي بيقولوا. فانا بقول له اف اند، انا عندي شرطين. ايه شرطينك يا باشا؟ اللوجيكال 1، اول حاجه ان هو يكون بيساوي كونتراكت او اورز، اللي هو يعني التايب بتاعه يا كونتراكت. بالمناسبه ترتيب الشروط هنا برده مش مهم، عادي ممكن اكتب الشرط الثاني الاول. طيب في كلهم يعني مش في اند بس، يعني ممكن هنا بدل ما اقول له سي 2 بتساوي فول تايم ممكن ابدا ب اتش 2 اكبر من او تساوي 5 وسي 2 ايكوال فول تايم. تمام هنا ده الترتيب مش مهم. طب انا هنا بقول له اف اند، انا عايز اقول له لو السيل دي يا كونتراكت يا اورز، يعني دي او دي تمشي معاك يعني عايز اور. ايه ده وراها كده على طول اور. بص اور نفس الكلام، لوجيكال 1 لوجيكال ما تفرقش حاجه عن اند الا
في التنفيذ بتنفذي ايه؟ اقول والله انا طيبه، اي حقق بس اي حاجه اعمل له اللي هو عاوزه. طيب لو هو كونتراكت CON دبل كوت ليه؟ ما خلاص بقى احنا فهمنا، انت نسيت تقول، نسينا نقول له السيل، سوري. اف اور السي 2 دي بتساوي كونتراكت، او السي 2 برضو بتساوي الاورز OURS. حلو الكلام؟ يعني لو بتساوي دي او دي حلو جدا. ركز بقى معايا، انت جوه اور هتخرج منها هيخرجك على اند، هتخرج من اند هيخرجك على اف الاولانيه، هتخرج من اف الاولانيه هيخرجك على اول اف خالص. طيب بس واحده واحده واحده، انا في اور خلصت اور. انت جاي ليه اور؟ جاي عشان اقول له لو دي كونتراكت او اورز بس. حلو، شكرا يا اور، مش عايزين منك حاجه تاني. بص قفلت القوس، رجعني الاند. طيب اند كده دخلها ايه؟ دخلها الشرط الاولاني. ايه الشرط الاولاني بتاع اند؟ ان كانت السل دي تساوي يا اما كونتراكت يا اما اورز، وبالتالي كتبته له. يبقى كده اذا واحده من دول هيتحققوا، يبقى الشرط الاولاني بتاع اند اتحقق. حلو الكلام؟ كام لوجيكال. الشرط الثاني بتاع اند ايه بقى؟ دول اور على بعضها يا جماعه، دي كده الشرط واحد بس، او الشرط الاول بس الاند. يعني الشرط الاولاني بتاع اند فين؟ اهو. فين شرط اند الثاني؟ لسه هكتبه. يعني شرط اند الاولاني هو ده اللي تقول كلها. طيب شرط اند الثاني ان يكون الاتشيفمنت اكبر من 6. خلاص مش محتاج دي اعمل لها اور بقى، اقول له ان الاتشيفمنت يكون اكبر من 6. طيب خلصت يا اند؟ اقفلها. بص ركز هنا، راح مرجعني اف الاولانيه. اند كده خلصت، لازما كما. اكتر حاجه هتنسوها الكما اللي بعد قوس اند واور اللي انا بعملها حالا ده اهي. دي اكتر حاجه هتنسوها. تاني، بعد قوس اند بيجي كما. ايه اللي انت بتقوله ده اهي. شايف حضرتك؟ بعد اند في هنا ايه؟ كما. وهنا بعد اند في كما. وهنا بعد اند المفروض هحط دلوقتي ايه؟ كما. دي اكتر حاجه هتنساها وانت بتكتب. وانا عارف، انا بقول لك شوف انا قلت لك اهو وهتنساها برضه. بس انا مش بقول لك كده بعنفك، لا انا بقول لك ان ده العادي. يعني ما تعنفش انت نفسك، ده العادي جدا. يعني اللي لازم بقى تعمله انت ترجع تعرف انت كنت ناسي ايه، مش اكتر. دي الحلاوه في العلام بقى. كاما خلصت اند، حطيت كاما عشان خاطر يخرجني على اف بقى فعليا، لان لو شلت الكاما بص هيرجعني على اللوجيكال تيست، على الشرط بتاع اف اللي هو انا خلصته اصلا. بس هو مش هيعرف ان انا خلصته لما اقول له كاما انا خلصت. حلو. فبيقول لي ماشي، لو الشروط دي كلها كده اتحققت بتاعت اف دي كده، الاف اللي هي الثالثه يعني، اللي هي جواها ايه؟ جواها شرطين. يا عم شرطين ايه ده؟ جواها اند اور. ماشي، ما هي اند جواها شرطين. ايه هما الشرطين بتوع اند؟ ان يكون هنا يا كونتراكت يا ايه؟ يا بتاع ده، يا اورز. وان يكون الاتشيفمنت ايه؟ اكبر من 6. فده بالنسبه لها كده شرط واحد. طيب ما هو يا اما كونتراكت يا اما اورز. حلو. حققنا الشرطين يا ست اند. الفاليو اوف ترو يعني لو اتحققوا نعمل لك ايه؟ والله تعمل لي ان انت هتزود لي الراجل ده كده بيكتب السل، ما تقلق يعني، بيكتب الفانكشن يعني. هتزوده لي كام؟ هزوده لك 3%. 3% زائد السالري تاني عشان يبقى ايه؟ حسبه صح. حلو. كام؟ طب لو الكلام بقى اللي حضرتك كتبته كله ده، السطر اللي الغلوي في دوت اللي شكله يخض ده، كل ده ما حصلش، هتعمل ايه؟ بس مش هيزيد، مش هنموت الموظف، بس مش هنزوده. يعني ايه مش هنزوده؟ يعني هنحط له السالري بتاعه زي ما هو بس. فاقول له حط السالري زي ما هو. قلتها له ازاي؟ ضغطت على الايه؟ على السيل نفسها. تعالى بقى، انت فتحت كام اف؟ هم 3 برضه اهم. ادي اف. طب بقول لك ايه، انا مش هقفل لك وسط. عم جربها كده معايا. بص المسج اللي هتطلع لي عشان بس تعرف ان الاكسل طيب. بس بيقول لي فيما معناه ان انت نسيت تقفل الكورس. اقفلها لك؟ بس هو قفلها. بس ما تتعودش على كده برضه، انا مش هقدر اقولها لك من الاول. طيب دبل كليك، هوب سحب. كله زاد. كله زاد؟ لا طبعا مش زي اللي فاتت. اللي فاتت كله زاد. هنا اللي اتطبق عليه الشروط هو اللي زاد. السنتكس ده بقى انت طبعا هيجي لحضرتك الفايل زي ما هو، ملي عينك منه بقى. ملي عينك منه واقراه مره واثنين وجربه واكتبه غلط والكلام ده كله. تمام.
طيب عرفت منين ان مش كله زاد؟ اقول لحضرتك تعال نقول ايه تيست زي ما اتعودنا. تويست ماشي بتساوي، خلينا نقول ده ناقص ده عشان ما ايه ما اشوفش السالب، يعني ان كده ايه يا اما قده يا اما موجب يا اما صفر، السالب بيبقى ايه يخد. طيب فخلينا نشوف الحاجات اللي هي شرط دي يعني جاب مكانها صفر، ماشي مش مشكله. تعال نعمل تشيك سريع لذيذ كده. شيل الفلتر حطه تاني عشان يحط. طيب هات لي الحاجات اللي هي بشرط دي اللي هي المفروض صفر يعني. بص حضرتك هتلاقي الرقم ده هو ده، تعال تشيك بعينك كده مثلا، فهتلاقي ان هو كونتراكت حلو والاتشيفمنت بتاعه واحد، يبقى ما يزيدش ده حتى بص بالصدفه يعني هو المفروض يكون كونتراكت وفوق الست واصلا واحد، فبالتالي ما زادش. اللي بعده بارت تايم وثلاثه، البارت تايم كان الشرط بتاعه تقريبا فوق السبعه بقى على ما اتذكر، الفلتر حايش الحاجه حلو. اللي بعد كده اورز والاتشيفمنت بتاعه خمسه، كان فاضل له واحده يعني او كم او اتنين بقى، كان المفروض يبقى فوق الست. طيب فول تايم والاتشيفمنت بتاعه اربعه، كان المفروض يبقى فوق الخمس. يعني الكلام بتاعي صح؟ يعني ايه من الاخر؟ لسه برضه التشيك ده مش مقنع، عايز تقنع حضرتك تيجي هنا كده شيل كله، تعالى على ماشي بارت تايم، المفروض تفتح الاتشيفمنت كده ما تلاقيش حاجه فوق السبعه بالظبط، اخر حاجه عندك سبعه. طيب فك هنا وتعالى على اللي بعده فول تايم وهكذا بقى عشان الوقت، فالمفروض ما الاقيش حاجه هنا فوق الخمسه، بالتالي صح زي الفل. طيب نلغي كل فلاترنا، خلاص خلينا من هنا مره واحده وخلاص، شلنا كل الفلاتر. بس يا سيدي دي الطريقه اللي الداتا اناليست الصح بيشتغل بيها، مش عمل بتاعه يجي لا خد التست ده لا يقل اهميه عن المجهود العظيم اللي هو عمله. يعني انت شايف مجهود عظيم، مجهود ذهن عظيم مش مبالغه اقسم بالله، مجهود ذهن عظيم في في الحدوته الحلوه دي. طيب التست اللي اتعمل ده اللي اتعمل ما خدش دقيقه ده، يعني ان انا مش عايز ابالغ واقول لك اهم من ده. ماشي اللي بعد كده